ومما يدل على هذا المنح ما جاء في السنن بسند صحيح من حديث الحضر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. جاء إليه رجل وهو في حلقته فقال: يا ابن عم رسول الله، إنني أحببت امرأة فخطبتها فرفضتني، ثم خطبها غيري فقبلته، فأدركني حنق عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: ألك والدة؟ قال: لا، يعني أمي ليست حية. قال: يا ابن أخي، تب إلى الله واستغفر وأكثر من الأعمال الصالحة. ثم خرج الرجل من الحلقة، فجاء عطاء أحد تلاميذ ابن عباس فقال: يا ابن عم رسول الله، أراك سألت الرجل عن أمه. فقال ابن عباس: والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. فقال ابن عباس: والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. الشاهد في الحديث يدلل على المنحى في التفسير عن معنى قول الله جل وعلا: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. ثم قال الله: ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. فربنا علم ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا وخطايانا، وما قال إنهم لا يخطئون، قال: ونتجاوز عن سيئاتهم. والمعنى أن لهم سيئات قطعا، لكن الله جل وعلا بعفوه ورحمته وكرمه تجاوز عنه. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.